هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده الفيديو هيكون زي ما انتم شايفين جوله في معسكر ابو قير، ما شاء الله يعني على الجمال. هتمشوا معانا ان شاء الله ونفرجكم على كل حاجه. انا حابه ان انا اعمل لكم فلوج بسيط وخفيف كده في كل نادي، هو النادي كبير جدا جدا جدا، فانا هعمل لكم فلوج في النادي كله عشان تتعرفوا على المكان اكتر، ولو حد حابب يجي المكان روعه جدا يعني. فانا دلوقتي اوريكم اول حاجه، هو في صوت كبير. لا استنوا، قبل اي حاجه قبل ده فيديو النهارده، لو انتوا كنتوا جداد اول مره تشوفوا الفيديو بتاعي فكانوا مستنيين ايه؟ في زر احمر تحت الفيديو، ازاي الزرار ده اضغطوا عليه، بعملوا على الزر ده مباشره نازل لكم الجرس اللي هي ترى بيوصل لكم نوتيفيكيشن اما نزل فيديو جديد، اوصل لكم اشعار نزل فيديو جديد، واعملوا لايك بتاع النهارده كان نبدا فيديو النهارده. شايفين هو المكان كبير جدا جدا، زي نادي هناك، تمام، نادي بيلعبوا فيه كوره وكده، زي مكان هنا للتصوير لسيشن لاي حاجه. بصوا انا خدت سيشن روعه جدا جدا مع فوتوغرافر تمام، فابقى احطه لكم في الفيديو اللي هو بتاع المقدمه. تمام، فدلوقتي اول حاجه في بسين هناك برضه اصور لكم فيديو فيه. تعالوا. طبعا زي ما انتم شايفين في مخرج من بره بيودي على اللي هو الطريق بتاع بقى النادي كله. تمام، وهنا في اماكن برضو للتصوير وكده، يعني انا خدت بصوا شويه صور روعه بجد. فبصوا اول حاجه ده المخرج بتاعه زي ما انتم شايفين اهو. تمام، بعد كده عندنا نادي كوره. تمام، نادي كوره بيلعبوا فيه كوره. احلى حاجه في المكان ده حبيته ان هو هادي جدا 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 يا جماعه. ففي نافوره هناك برضو، هي نافوره شجره تقريبا، مش فاهمه حاجه بس عديها ماشي. فزي ما انتم شايفين اهو ده ملعب الكوره، وفي هناك تمام، ومكان هناك، وفي اول بقى المخرج بره، اول ما انتوا بتدخلوا بيبقى هناك. شايفين؟ اعمل لهم زوم عليه. اول المكان ده هناك يا جماعه، اول ما بندخل بنيجي كده، بعدين بقى بندخل على البسين او اي مكان احنا عايزينه. تمام، فهو بجد مكان روعه جدا، وهكتب لكم عنوانه. هنا برده في مكان برده اهو. تمام، ده كل الاماكن. تمام، ولسه في اماكن جوه برده للقعده والكلام ده، والبسين فوق. خلاص، فتعالوا اوريكم الاماكن اللي جوه للقعده. تعالوا معايا. بصوا انا لما نشرت الصوره بتاعتي امبارح على الانستجرام كلكم قلتوا لي ان انت هتصوري فلوج اكيد، بس انا كنت رايحه امبارح نادي تاني، نادي 6 اكتوبر. خلاص، انت بتمشي اقل مني وانا مش قادره امشي على مالي. فهي دي الاماكن القعده زي ما انتم شايفين. اماكن مثلا لما بنخلص كده يومنا بنرتاح. تعالوا. تمام، اول ما دخلت المكان ده هو اللي لفت نظري اصلا. بتلاقي المكان ده وفي هناك بقى وز وحاجات زي كده. تمام، خلاص. لسه بقى اخر مكان ورا، هو المكان كبير جدا وانا اصلا ما عدتش قادره امشي من كتر المكان والحر بقى والحر ما قدرناش قادرين نشوف وشنا، والله العظيم وانا ماشيه سايحه من الحر مش قادره، بس هنعمل ايه كلها عشان خاطرك. الحلو ان احنا بنقعد فيه بعد ما نخلص. تمام، تعالوا معايا. شايفين الشكل بتاع المكان عامل ازاي؟ بجد هو مكان روعه جدا. يعني لو انا بقى لما مثلا ابقى زهقانه، تمام، حد يبقى مكتئب كده يقعد مع ورا لوحده. بصوا طبعا انا بما ان انت جايه في الحر، انا جايه في الحر عشان يبقى في نور واضاءه على اساس ان انا اصور لكم، لان لو الدنيا ضلمت مش هعرف اصور اي حاجه. شايفين المكان ورا كبير ازاي؟ ورد طبيعي يا جماعه. مين ليه؟ عندنا زي ما انتم شايفين المكان اللي ورا ده معرفش بيروح علينا كده مش رايحه، بس هو ورا كده. خلاص، في هنا بقى المكان القعده. خلاص،
فهو مكان روعة جدا. وانا ارجع كل ده تاني مش هقدر والله. نرجع. شايفين الورود والاشكال بتاعتهم عامله ازاي؟ بصوا شايفين الورد الابيض ده، شايفين الورد شكله عامل ازاي، والورده دي اهي يعني بجد روعه جدا. ماما راح قاعده ترتاحي في السما. فاهو ده بقى شكل المكان اللي نقعد فيه بعد ما نخلص يومنا. مكان روعه جدا وهادي، فاهمين؟ هو احلى حاجه في المكان ده ان هو هادي بصراحه. شايفين اللي هناك بس مش هقدر بصراحه اعمل كل المسافه دي بره. تمام. فهو ده شكل المكان، وفي كذا من دي في كل مكان في النادي. خلاص فبس جيت دلوقتي بقى هغير هدومي زي ما انتم شايفين، جبت المايو بتاعي وهغير دلوقتي، هغير وارجع. دلوقتي زي ما انتم شايفين لبست المايو اهو، ده شكل المايو. تمام. ودلوقتي بقى هنطلع بره. تمام. فيلا بينا.
طبعا اليوم ده بالنسبه لي كان يوم مميز جدا جدا. بصوا المناظر الطبيعيه والبسين والكلام ده، كان يوم مميز جدا جدا. فانا من رايي ان هو كان اجمل يوم من ساعه ما جيت اسكندريه. انت رايك ايه يا ماما؟ كان فعلا جميل برضو والله العظيم، المناظر الطبيعية جميلة جدا والبسين. إيه طبعا حسيت ان الاولاد فرحوا جدا في المية، وبجد كان يوم جميل جدا جدا وانبسطنا بيه. وبس كده يكون انتهى فيديو النهارده. لو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بنحبكم يا اجمل فانز في الدنيا. باي باي.